هلو هلو، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اول حاجه متنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. قررت اعمل سلسله اتكلم فيها عن القيم الغذائيه للحاجه. هنبدا بالفواكه والخضروات، يعني كل فتره كل يوم تقريبا هنزل لكم فيديو عن نوع من انواع الفاكهه، ومين اللي ينفع ياخده ومين اللي ما ينفعش ياخده، ومفيد لمين لو عنده حاله مرضيه او الكلام ده كله. هيكون ممتاز معايا. اول حاجه بقى النهارده هنتكلم عن الجوافة طبعا من الفاكهة الموجودة الفترة دي، وهي من الحاجات اللي قيمتها الغذائية عالية جدا جدا جدا، وطعمها حلو وسعراتها قليلة وتنفع في الدايت وجميلة جدا. اول حاجة لازم نبقى عارفين ان 100 جرام منها بيحتوي على 68 كالوري بس، يعني 68 كالوري، يعني 100 جرام دول ممكن يكونوا جوفتين. تخيلين 68 كالوري او 70 كالوري، ده حاجة قليلة جدا جدا جدا، فانتي ممكن تاخديها كسناك. ده اول حاجة كسعرات. انما بقى كقيمة غذائية سوري بتحتوي اولا على نسبة من الفايبر عالية جدا، فبالتالي بتكون مشبعة. يعني نسبة الفايبر اللي فيها بتكون كويسة قوي، بتكون تحتوي على 5 جرام. 5 جرام دي نسبة ممتازة ممتازة ممتازة. تاني حاجة بقى بتحتوي على بعض العناصر اللي ليها سوري والمكملات، الفيتامينات والمعادن. زي مثلا بتحتوي على فيتامين سي بنسبة عالية جدا جدا جدا، وبتحتوي على نسبة كويسة برضو من فيتامين بي 6، وبتحتوي على حديد بس نسبته قليل، وبتحتوي على البوتاسيوم اللي هو بيكون مهم جدا لمرضى القلب بنسبة ممتازة، وبتحتوي على المغنيسيوم دوت من الحاجات برضو اللي كويسة للتشنجات. لو انا بعاني من الامساك، يعني تقريبا بيحل مشاكل كتير جدا، 90% من المشاكل ممكن ادخل فيها المغنيسيوم. يبقى كده احنا قلنا القيمة الغذائية بتاعت كل 100 جرام بتحتوي على قد ايه. وبرضو بتحتوي على فيتامين اي وفيتامين اي، فكده بتحتوي تعتبر على مضادات اكسدة كويسة جدا 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 اللي بتحمينا من السرطانات، لانها برضو بتحتوي على الليكوبين اللي هو مضاد اكسدة كويس جدا جدا جدا، مع الفيتامين سي والفيتامين اي والفيتامين اي. تخيل 4 فيتامينات. طبعا خصوصا التصوير اللي انا مصورهولكوا ده من الجنينه من عندنا، شايفين اصلا ورق الجوافه ذات نفسه ليه قيمه غذائيه. الناس اللي بتعاني من الكحه بطريقه فظيعه وما بتبقاش قادره تشرب بس مغلي من ورق الجوافه، بسحر سحر سحر للامراض التنفسيه. طبعا وجود كل عنصر من العناصر الغذائيه دي بيدعم حاجه معينه. يعني مثلا عندك فيتامين سي بيدعم المناعه وصحه القلب، فبالتالي بنلاقي بيقلل من الكوليسترول، لان هو اصلا فيتامين سي كان مضاد اكسده مع الكوبين، فطبعا برضو بيكون بيكافح امراض السرطانيه. دي من اهم الحاجات اللي بتكون موجوده فيه. تاني حاجه هي بتكون لو انا عندي اسهال، لو اخدت جوافيه هيعمل ان هو يمسك بطني لحد ما اشوف مشكله الاسهال دي جايه منين او ايه عيبها، فيعني بتساعد على تخفيف العرض. طبعا لو احنا بنعاني من الامساك ما نكترش قوي ونحاول نشيل البذور اللي موجوده في النص، انما الالياف اللي موجوده اصلا في الجوافه نفسها لا، دي كويسه جدا للهضم وتحريك حركه الامعاء، انما نشيل البذور اللي موجوده في النص. فوجود فيتامين سي لما بيعزز المناعه فده بيكون كويس لنزلات البرد، خصوصا ان احنا خلاص بنودع شهر الصيف وداخلين على الشتاء. وفيتامين سي برضو بيكون مهم جدا لصحه البشره، فبيديها نضاره ويحفز على انتاج الكولاجين. طبعا ما بتحتويش على دهون، فعشان كده سعراتها مش بتكون عالية. دي من اهم الحاجات. برضو بتساعد على ان انا اظبط مستويات السكر في الدم، لان هي مش من الفواكه اللي لما باخدها بتعلي مستويات السكر في الدم، لا خالص خالص. باخدها وعمرها ما هتجوعني بعدها، لانها بتشبعني بالعكس، ومش بترفع لي مستويات السكر في الدم، فبقدر اسيطر عليها لانها كمان بتحتوي على الالياف. كده تكون اتكلمنا عن الجوافة وقلنا كل الحاجات المهمة اللي فيها. متنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتستنوني في فيديوهات اكتر. كل يوم ان شاء الله هتكلم معاكم على قيمة غذائية مختلفة للحاجات اللي ربنا خلقها لنا. بس كده.